الشرعية. يلا جيبوا كل واحد منكم كاس مويه، يلا سريع. انا بشيل بدون ما اشيل، ما راح افتحوا المويه. يلا لا احد بعد شيء يقول لي ما قلت لنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. جيبوا مويه، يلا جيبوا كل واحد منكم كاس مويه. نبغى نعلمكم شويه رقيه تستفيدوا منها وترقون انفسكم قبل تنامون. يلا قبل النوم سريع، يلا عجلوا علينا. جيبوا مويه، المفروض تكون ليليا تجيبون كاستكم. ما راح افسر كومنتات ابدا الان لين نخلص الموضوع هذا. في 5 دقائق بنخلص، 5 دقائق بالضبط بنخلص. يلا في ناس يحتاجون هذا الكلام. اعطونا يلا، اعطونا مويتكم. كوب مويه، قزازه، كاس، اي شيء اي شيء. يلا يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. جيبوا مويتكم. اذا حضرتوا الماء قولوا لي يلا. نعم يقول في ناس يقول استفدنا امس، اسال الله ان ينفعكم. لو استمرينا يوميا بالطريقه هذه ورم بالمستقيم، علاج الثعلبه ثوم وخل اسود. نعم صحيح. يلا جاهز، يلا تمام عليكم. شاب راسي، من اللي يقول شاب راسي؟ الاخ سالم الرشيدي يقول تحلمت اني لبس خاتم على ايدي اليمين واليسار خاتم فضي. يقول شاف ان الاخ سالم الرشيدي انعم واكرم يقول انا تحلمت اني لابس لي خاتم على ايدي اليمين واليسار خاتم فضي. الخواتم في المنام للرجال اذا كانت من الفضه فيدل على رزقك باولاد اذا انت متزوج، اذا انت غير متزوج يدل على ارتباطك بزواج او عمل حر ترزق فيه، او عمل حر ترزق فيه. رؤيا الجن في المنام اذا كانت محاوله السيطره او الايذاء فهذا هو من الجن بالفعل، محاوله الوصول لك من الشياطين او تراقبك دائما لعلها تصل. فان شاء الله انا ما راح تصل لكم. عليك بالرقيه الشرعيه والاستمرار فيه. اذا كان لا ما تؤذى ولا تخاف منهم فهذا يدل على نعم يدل على ذريه الجن جنين، او انت تعمل في عمل حر وترزق فيه من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رزق قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مو على كل حال يكون من الشياطين ولكن هذا في تفسيره. جاهز المويه، يلا توكلنا على الله. افتحوا الغطاء وسموا بالرحمن، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. انفثوا في الماء. يلا اقرأوا الفاتحة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا الفاتحة مرة واحدة. يلا اقرأوا الفاتحة مرة واحدة. أول من يخلص يقول خلصنا، واحد يكتب خلصنا نبدأ في الثاني. سورة الفاتحة مرة واحدة. تمام. يلا آية الكرسي مرة واحدة. آية الكرسي مرة واحدة وينفث في الماء بالطريقة هذه. يلا نبغى آية الكرسي سريع. آية الكرسي إن شاء الله تنفعكم. كل مشاكل الأرحام أو أي شيء عندكم فيه أذى من الشياطين هذا يطرده إن شاء الله. خلصتوا؟ تمام. يلا نقرأ أنا وأنتم الآية هذه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مرة واحدة. يلا أعيد الآية. وقدمنا. تمام اللي تقول خلصت ما شاء الله. هذه يبدو أنها يعني ما شاء الله تبارك مركزة. يلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يلا في الماء. خلاص طيب. يلا الثانية على أساس الكلى بمشيئة اللي عنده مشاكل في الكلى أو الحصى أو المرارة أو أي شيء خلونا نطلعهم. يلا اللي بالسيارة يوقف لا يقرأ، اللي بالسيارة لا يقرأ، يوقف على جنب أو يتركها. قفل بثك وروح بعدين نبغى اللي معنا الحين. يلا فأصبح هشيما تذروه الرياح. انفث في الماء. يلا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يلا اللي خلص يقول خلصت. F2. تمام خلصتوا ما شاء الله. يلا نقرأ الآية اللي بقول لكم عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال
فقل ينسفها ربي نسفا. يلا ما شاء الله. اف دبل اي او ما شاء الله. طيب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. فيذرها قاعا صفصفا للأورام إن شاء الله، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يلا تمام. اللي يقول اصبروا يا كسلانين. الحامل لا أتمنى الحامل ما تقرأ معنا، ولكن إن شاء الله ما عليه خلاف بمشيئة الله. القرآن يعين. ما النفث مرة واحدة، أنا قاعد أكرر عشان تحفظون الآية بس، ولا أنتوا نبغاها مرة واحدة بس. طيب اللي يقول عندنا مشاكل في العظام، يلا توكلنا على الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طبعا الفاتحة هذه مهمة جدا، الفاتحة ضروري. الأورام يلا نرجع معلش عشان خاطرهم، نرجع للأورام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يلا أعطونا الآية في سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الحامل ما عليه خلاف، حتى الحامل تقرأ ما عليه خلاف. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلينا نتكلم عن اللي عندهم مشكلة في الجمال، صار عندهم حبوب أو صار عندهم تشوهات أو صار عندهم مثلا في الجلد أو في العيون أذى أو بالشعر أو بكذا، ربما تكون عين. يلا نقرأ الآية هذه. يلا سموا بالرحمن. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يلا ونكررها مرة ثانية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا بدون وضوء. يلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا حد يقول تصلح للشعر، هذه رقية شاملة لكل شيء. هذه الرقية اللي احنا قاعدين نلقيها الآن هذه رقية شرعية شاملة كل شيء من الألف إلى الياء. واضح؟ حتى الحائض تقرأ عادي، ما في مشكلة عادي. يلا انتم قاعد تقرون غير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يلا اللي ما مدع على هذه يقرأ اللي بعدها. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللي ما يقدر يقرأ معنا أو ما يمديه يقرأ أو ما عرف يقرأ ينفث بالماء، يسمعني وينفث بالماء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفع به. واضح؟ تمام. احنا قاعدين نقرأ عن العين، احنا قاعدين نقرأ الآن عن العين، عين الإنس أو عين الجن. نعم. سورة الملك طويلة جدا، تابع معي. طبعا في سورة الملك الآن. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا وهو حسير. يلا أحس في بطني حركة. استمروا اقرأوا على أنفسكم. يلا الحسد. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يلا عندي شغالة صك أبوها الطرب. الله يصلح قلبك. حنا في وين وانتي وين؟ أقوم عليها ولا شو اسيب هذي؟ طاق اليوتيوب مرفع على أغانيهم من بلدهم هناك. بس يلا معلش نمشي لكني ما سمعت شيء. الصرع احنا تكلمنا عن الاشياء دي. الصرع حتى آية الكرسي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يلا السحر توكل على الله. وألقي ما في يمينك. وألقي استغفر الله. وألقي ما في يمينك. السحر. يلا وألقي ما في يمينك. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا.
تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد